السلام عليكم. معكم سامي من الحزب الفيدرالي التونسي. اليوم نحب نحكي لكم على شخصية معروفة بالانتهازية وبالنفاق والكذب متاعها، اللي هي شخصية محمد منصف المرزوقي، طرطور بتاع تونس. الإنسان هذايا معروف يكذب أكثر ما يتنفس، ومعروف زاد بالعمالة القطر وخاصة حركة النهضة. قبل الانتخابات هذايا يكذب كل يوم مانيش متحالف مع النهضة، مانيش ذكروه معناها الانترفيو اللي عملوا مع اسمه هذاك نوف الفورتاني في قناة التونسية. وبعد الانتخابات الانفتاح الكلي لحركة النهضة، اللي تقولوا حركة النهضة هو المبروك. وفي النهارات معناها كشفت حقيقته بالكامل. ظهر بالكشف انه موظف عند قناة الجزيرة يخلص معناها يتقاضى في اجر ب50,000 اورو من عند قناة الجزيرة، و30 مليون بالطبيعة هذيك من عند الدولة. معناها ياخذ اون توتال 130 مليون من عند الجزيرة ومن عند الدولة. وذا يراو 130 مليون دينار، 130 مليون هذا عبارة على 4 مرات شهرية رئيس فرنسا فرانسوا هولاند. واللي يحب يتأكد من المعلومة ذي ينجم يقرأ الارتيكل تكتب في موزايك. ها باش نقرأ لكم معناها الارتيكل اللي تكتب في الموزايك. عماد الدايمي يقول Monsef Marzouki publie des articles sur le site d'Al Jazeera mais il n'est pas salarié de la chaîne. شو معناه الكلام هذا؟ المرزوقي معناه قاعد يكتب ديما يكتب في ديزارتيكل في موقع الجزيرة وما يتقاضاش، ولكن معناه كما نقولوا لحد الآن ما خلصش من عند الجزيرة. وزد تنجموا حتى تقراوا الارتيكل اخر ما تكتب في برشا مواقع كما الجزيرة الجريدة .com.tv. قالك خطير جدا. المرزوقي جزء من تنظيم الاخوان ويتقاضى راتبا من عند الجزيرة. باهي هذا ثم تصريح اختيار ياسر نحب نقوله لكم. صرح اليوم السبت 9 مارس 2013 سالم الزهران هذايا مدير مركز الارتكاز العالمي بلبنان في برنامج اذاعي على اكسبريس اف ام، معروفه راديو اكسبريس اف ام، ان رئيس الجمهوريه التونسيه المؤقت منصف المرزوقي كان موظف في قناه الجزيره ويتقاضى في المقابل راتبا شهريا قيمته 50,000 يورو، معناها 100 مليون بالمليمات. وقال هذا السي سالم الزهران انه المرزوقي لا يزال الى اليوم يتقاضى شهريا 50,000 يورو من عند دولة قطر، معناه عميل دولة قطر وعميل قناة الجزيرة. هذا معناه وسيد قال في التصريح قال انه في تونس حكومة غير حيادية، مشيرا الى ان الحكومة التونسية متورطة في منظومة الربيع الاسلامي المتشدد المتطرف وليس بالعربية الحر الديمقراطي. معناه هذا المرزوقي كذب على الشعب التونسي انه هو يحسب على اليسار، بالعكس هو قاعد يدعم في الخوانجية، قاعد يعاون فيهم الخوانجية انتيريكتومون، قاعد معناه يمثل ويضحك على الشعب التونسي. به مضيفا انه معناها المرزوقي جزء من تنظيم الاخوان المسلمين وتلقى توجيهات وتعليمات من عند دولة قطر. معناها هذا عميل اخوان المسلمين اللي هو تنظيم عالمي للاخوان. تنظيم الاخوان المسلمين معناها يتكون معناها مكتب ارشاد والتوجيه، واللي المسؤول عليه الاول هو المرشد العام اللي هو القرضاوي. دونك هذا المرزوقي عميل لتنظيم الاخوان المسلمين. به طبعا نحكي لكم شويه على الدمغجه والضحك على الذكور. به وقتها هو غير كي شد معناها رئيس دولة
صرح قال انا باش نبيع الطائرات الرئيسيه والقصور الرئيسيه كما ذاك قصر رئاسي بالحمامات. معناها هذا الخطاب هذا عباره على خطاب شعبوي يظهر انه هو معناها انسان متواضع وانه هو متعاطف مع البطاله ومع الزواوله. باهي الكذبه الاولى في حكايه بيعان الطيارات الرئاسيه، قال الطياره الاولانيه بعتها وفي حقيقه الامر ما تبعتش، قال انه هو باعها ب 260 مليار. والطائره الثانيه قال هذيك معناها برستيج نتاع الشعب التونسي، كان معناها نبيعوها معناها رئيس الدوله معناها يبقى بلا طائره رئاسيه. باهي وقبل الثوره التونسيه قال انه هو ما يطمعش باش يكون رئيس الجمهوريه، قال انه هو باش يعمل مثلا مجلس جمهوري معناها كونسيل ناسيونال كما في سويسرا، معناها يحب يقول انه هو باش مقتدي بالنظام السويسري. وفي حقيقة الأمر كما هو بين تلك أنه هو عميل لتنظيم الإخوان المجرمين في قطر. هذا إنسان عميل الإخوانجية والإسلاميين. به ومن بعد الثورة لاحظ ونافق كما حب الراشد الغنوشي النهضة باش يولي رئيس. به من ناحية التمويل قال لك انه هو معناها التمويل تاع الحزب معناها المؤتمر من اجل الجمهورية التمويل نتاعو من معناها مال نظيف وضد المال السياسي. وفي حقيقة الأمر التمويل تاع الحزب نتاعو أغلبيته يجي من عند رجال العمل الفاسدين كما ذا السي نصر علي شقرون. به وقبل الانتخابات هذا يتلقى مليارات باش يمول الحزب نتاعو وخذا سياره فاخره مع عند سي نصر علي شقرون. ومن بعد الانتخابات سيدي عين بنته اللي هي مريم شقرون مستشاره للرئاسه، معناها عباره على تطبيق سياسه المعارف وسياسه الاكتاف اللي هي موجوده في وقت بن علي، مع نفس السيستم شيء ما يتغير. خلاصة القول باهي ننتقلوا خلاصة القول. هذا منصف المرزوق يعتبر أكبر سارق في تاريخ تونس. 30 مليون من اللي مات معناها مدى الحياة ياخذها. تصور انت 30 مليون ياخذها مدى الحياة 30 مليون معناها أجر تاع رئاسة، وياخذ 100 مليون من عند قناة الجزيرة معناها من عند دولة قطر، معناها ياكل ويشرب ويلبس ويحوس على حساب الدولة. معناها عار عليك يا مرزوقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.